اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده الحلقه الاولى من كورس الديجيتال ديزاين بتاعنا، والنهارده هنتكلم عن حاجه اسمها الامبليكيشن تيبل والستيت ريدكشن. طيب طبعا اول حاجه ده كورس جديد، فلو عجبك الكورس يا ريت تدعمنا بلايك سبسكرايب شير مع اصحابك. وبس النهارده هنبدا نشرح ايه هو الامبليكيشن تيبل. بس اول حاجه لازم نعرف ايه هو الايكويفالنت ستيتس، او امتى ستيتس اقدر اقول عليهم ان هم ايكويفالنت. طيب الستيتس equivalent if and only if مكتوب كده they have the same output and one of these conditions. طيب يبقى عشان الستيتس تكون equivalent لازم يكون أول حاجة عندهم نفس الأوتبوت وواحدة من ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات دي؟ أول حاجة إن هما both self loop both have the same next state both have the other as their next state. هنشرح كل واحدة يعني ايه، بس لازم الكونديشن الأساسي إن هما يكون عندهم the same output. طيب أول حاجة both self loop يعني إيه؟ تعالوا مثلا نشرح. دلوقتي عندنا A و B، لو A النكست ستيت بتاعتها هي برضه A و B النكست ستيت بتاعها B، فهل كده دول يكونوا equivalent؟ لأ، لازم يكون عندهم نفس الأوتبوت. يعني مثلا لو هنا 1 يبقى هنا 1 برضه، أو لو هنا 0 مثلا هنا برضه لازم يبقى 0. فدي أول كونديشن إن هم يكونوا equivalent، إن هم يكون عندهم نفس الأوتبوت والاتنين بيكونوا بيسيلف لوب. ماشي؟ طيب تاني حاجة both have the same next state، برضو given that ان هم عندهم نفس ال output. يعني مثلا A ال next state بتاعها C و B ال next state بتاعها C، طبعا عندهم نفس ال output هنا، او طبعا جوه لو احنا بنستخدم more. فلازم يكون عندهم نفس الاوتبوت سواء 1 او 0 مش تفرق، لكن لازم يكون نفس الاوتبوت وعندهم same next state. يبقى كده دي تاني condition عندنا ان هم يكونوا equivalent states. يبقى اول حاجه زي ما قلنا من شويه ان هم يكونوا بي self loop وعندهم نفس الاوتبوت. تاني حاجه عندهم نفس الاوتبوت وعندهم نفس النكست ستيت. تالت حاجه ان هم يكون النكست ستيت بتاعتهم هي التانية. يعني مثلا A النكست ستيت بتاعها B و B النكست ستيت بتاعها A، وطبعا نفس الاوتبوت هنا وهنا. طبعا ممكن برضو تبقى 0 يعني مش تفرق 1 او 0. بس فدول الثلاث حالات اللي يكون الستيتس equivalent فيهم. طيب احنا عندنا دلوقتي state table وعايزين نعمله reduction. طيب ايه فكرة ان احنا اصلا نعمل reduction؟ احنا عشان يكون عندنا state، الستيت دي بتمثل فليب فلوب، والفليب فلوب ده هاردوير، يعني احنا بنحتاج ندفع فلوس عشان نعمله. فكل ما نقدر نعمل reduction كل ما كان حاجة احسن بكتير. عشان كده احنا عندنا تيبل مثلا فيه كده دلوقتي كام؟ واحد اتنين تلاتة ستة ستيتس. جميل. لو احنا عرفنا نقلل الستيتس دي بحيث ان يكون عدد اقل، فده معناه ان هو كوست اقل، فدي حاجه هتساعدنا طبعا ان احنا نعمل more sophisticated devices. ماشي. فدلوقتي عندنا التيبل ده. طيب التيبل ده بيقول لك زي ما انت شايف ايه بيروح لايه وايه بيروح لايه وهكذا. طيب ايه هو بقى الالجوريثم بتاع الامبليكيشن تيبل؟ الامبليكيشن تيبل طبعا بنستخدمه عشان نعمل ستيت ريدكشن. هو بيشتغل بالشكل ده. طيب اول حاجه علشان نعمل امبليكيشن تيبل لازم نعمل الشكل ده، وبيكون تحت عندنا مثلا تعالى مثلا نقول افتراضا ان ده اكس وواي اكسس. طبعا اكس اهو، ده واي قصدي، وده اكس لو هقول كده، يعني لو همشيها كده. فاللي تحت ده اللي هو يعتبر الاكس ده بيتحط فيه ايه؟ بيتحط فيه الستيتس من الاول لغايه اللي قبل الاخير لغايه الاي، يعني من الاي للاي. واللي فوق ده لو هنقول عليه واي يعني، ده بيتحط فيه من التاني للاخير. يبقى دي الرينج بتاعته. فهو الموضوع ستريت فورورد جدا. هنا هنشيل بس اول واحده ونبدا نكمل عادي بي سي دي اي اف، وتحت هنحط عادي اي بي سي دي اي، بس مش هنحط اخر واحده. وده هيكون الشكل بتاعنا. وطبعا هنعمل ايه؟ هنعمل اشكال السكويرز دي. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه تعالوا بقى ايه، نبدا نبص على التيبل بتاعنا. خلينا بس اول حاجه نمسح كده هنا وهنا وهنا وهنا. ماشي. ونبدا نبص على التيبل بتاعنا. طيب A و B، تعالوا بص كده عن A و B. هل عندهم نفس الاوتبوت؟ طبعا اول حاجه بنتشيك عليها عندهم نفس الاوتبوت ولا لا. لو ما عندهمش نفس الاوتبوت مستحيل يكونوا equivalent، يبقى x. وطبعا هنا عندهم ده 1 وده 0، فما عندهمش نفس الاوتبوت، فكده يبقى ايه؟ هنا يبقى نحط x في المربع ده علشان A و B مستحيل يكونوا equivalent عشان عندهم different output. طيب تعالوا مثلا نبص على A و C. A و C نفس الكلام، 1 و 0، وهنا 1 و 0 وهنا 1 و 0، ف A مع B و C و D و E ما ينفعش.
نخش بقى على A و F. بص كده على A و F عندهم نفس الاوتبوت اللي هو 1 و 1. طبعا دي F ودي A. حلو جدا. فطالما عندهم نفس الاوتبوت بقى ممكن نبدأ نتكلم مع بعض، نبدأ نفهم بقى ايه احنا محتاجين نعمل ايه عشان يوصلوا ان هم يبقوا زي بعض. طيب تعالوا نبص عليهم كده. هنلاقي ان الايه النكست ستيت بتاعتها لو الاكس بزيرو، الاكس ده انبوت، لو الاكس بزيرو هتكون A واف هتكون A. فكده نقدر نقول ان هما الاتنين عندهم نفس النكست ستيت، فدي حاجة كويسة جدا. فده بيقول لك كده ان احنا ايه، ان احنا بالنسبة للجزء ده ما عندناش اي مشكلة. مش احنا قلنا واحدة من 3 حالات ان احنا لما يكون عندهم نفس النكست ستيت، او الاتنين بيكونوا بيسيلف لوب، او الاتنين بيكونوا بيودوا لبعض. فكده ايه، عندنا حالة من الحالات اهو ان الاتنين عندهم نفس النكست ستيت اللي هي ايه. طيب تعالوا نبص بقى لو الاكس ب1. لا، في الحالة دي هنلاقي ان النكست ستيت هنا اي والنكست ستيت هنا بي. فبنكتب ايه هنا بقى في السكوير ده، بنكتب الكونديشن اللي بيخليهم ايكويفالنت. يعني بي اي اللي هو ايه، اكنك بتقول لو بي بقت اي يبقوا كده الاثنين دول هيبقوا ايكويفالنت. بس فده اللي بنكتبه في التيبل ده. طيب خلونا نكمل. خلونا مثلا نقول بي وسي. بي وسي بي وسي عندهم نفس الاوتبوت، جميل جدا. طيب بي بيودي لسي وسي بيودي لبي، طبعا دي حالة من الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها ان هي تمام مفيش فيها اي مشكلة. بي بيودي سي وسي بتودي لبي. طيب لكن هنا المشكلة في ايه، ان برضه لو الاكس ايكوال 1 هنلاقي ان البي بتودي لاي والسي بتودي لسي. دي مش اي كونديشن من الكونديشنز بتاعنا. فعشان كده هنيجي هنا نكتب اي سي. اي سي. خلونا نعمل برضه الاتنين دول وفي الاخر هنكمل التيبل هوريهولكم في الاخر يعني. طيب بي ودي، تعالوا نبص على بي ودي. ادي دي وادي بي، ماشي. بي ودي طيب عندهم نفس الاوتبوت 0 و0. طبعا دي اهم حاجه نتشيك عليها في الاول عشان لو ما عندهمش اصلا بنعمل اكس ونحن مثلا. فدي بتروح لبي وبي بتروح لسي، ودي بتروح لسي وبي بتروح لايه، طبعا مع تغيير الانبوت. طبعا في الحالتين ما عندناش اي حاله من الحالات اللي احنا اتكلمنا ان هم يكونوا ايكوفالنت. عشان كده هنكتب في السكوير ده ايه، لازم سي تبقى بي واي تبقى سي. فهنكتب بي سي و ايه، احنا قلنا ان هي تبقى لازم تبقى ايه لازم تبقى سي، فايه سي. تعالوا نعمل السكوير اللي جنبها ده سي ودي. تعالوا نبص على سي ودي. سي بتروح لبي وسي بتروح لسي، دي بتروح لبي وبتروح لسي ونفس الاوتبوت. يبقى كده الاتنين دول equivalent states اصلا زي ما انتم شايفين في الحالة دي ان ايه، هما لما الاكس ايكوال 0 عندهم نفس النكست ستيت، ولما الاكس ايكوال 1 عندهم نفس النكست ستيت. فكده هنحط هنا علامة صح، ودول كده كده equivalent states هيتشالوا مع بعض في الاخر. هوريكم شكل التيبل في الاخر دلوقتي عامل ازاي. هو ده شكل التيبل بتاعنا بعد ما عملنا اول ستيب من الالجوريزم. طبعا احنا لسه مخلصناش، احنا كده وصلنا ايه للستيب الاولى. دلوقتي بقى ايه، هناخد التيبل ده ونبدأ نكمل شغل عليه. طيب أول حاجة هنرجع تاني نعمل نفس اللوب. تعالوا نجيب البين بتاعنا. تعالوا مثلا نعمل لون دلوقتي أسود نجدد. نبص بقى دلوقتي على إيه، على كل سيل فيها كلام مكتوب مش معمول عليها إكس أوريدي، أو مش معمول عليها طبعا صح، عشان صح إحنا عرفنا أوريدي إن هما كده إيه إيكوفلنت. طيب تعالوا نبص على السيل دي مكتوب عليها اي سي. تعالوا بقى دلوقتي نبص على اي سي، هنلاقي ان اي سي أوريدي معمول عليه إكس، ما ينفعش يبقى إكس. تعالوا نبص هنا برضو في اي سي، واحنا لسه قايلين ان اي سي معمول عليها اكس، بنعمل عليها اكس. جميل جميل. تعالوا بقى ايه نبص مثلا على السيل دي. السيل دي بتقول لك سي دي وبتقول لك اي اف. طيب اي اف بي اي وبي اي انهي واحد، بي اي اللي هو ده فاللي هو برضو موجود، وبالنسبه للسي دي فهو معمول عليه صح. فهنسيب الاتنين دول دلوقتي عشان هما لغايه دلوقتي الكونديشنز بتاعتهم موجوده، فهنسيبهم لغايه في الاخر. طيب تعالوا نبص على بي دي وسي اف. طيب بالنسبة لبي دي تعالوا نبص على بي دي. بي ودي احنا لسه عاملين عليه اكس حالا، فهو دلوقتي ايه اكس. طبعا الاتنين لازم يكونوا بيتنفذوا ده اند ده، فبما ان بي دي مش موجود فكده كده السيل دي هتبقى معمول عليها اكس. طيب احنا دلوقتي عملنا اكس على بي ودي هنا، فبرضه هنعمل اكس على بي ودي هنا. وبالشكل ده هيتبقى عندنا السيلز دي، طبعا دي معمول عليها صح، وهنا معمول عليها ان بي اي، واحنا قايلين ان بي اي لازم تيجي تبص هنا، هنبص ان هي اي اف بيرجع لهنا برضو. وبرضو سي دي معمول عليها صح. فكده معنى كده ان احنا خلاص وصلنا لنهايه الالجوريزم. كل السيلز بقينا عارفين موقفها، دول اتعمل لهم كروسنج اوت،
ودول بقوا اكتشفنا ان هم ايكوفالنت لبعض. ليه؟ لان ده بيوصل لده وده بيوصل لده، وده الكونديشنز بتاعته كلها موجوده وده الكونديشنز بتاعته كلها موجوده. فكده ممكن نكونكلود ان ده التيبل بتاعنا في الاخر هيكون عندنا بي اي وسي دي واي اف، وده صح. فدلوقتي ده معناه ان ايه؟ معناه ان بيقول لك انت عندك السي والدي ايكوفالنت، واي واف ايكوفالنت، وبي اي ايكوفالنت. طبعا احنا عارفين ان السي دي ايكوفالنت من الاول، ان احنا اوريدي عاملين عليهم صح وهم كانوا ايكوفالنت في الاول ستيب خالص، لكن ما كناش نعرف ان اي واف وبي اي ايكوفالنت. طب دلوقتي ده شكل التيبل في النهايه. احنا ايه اللي عملناه؟ ان احنا عملنا كروسنج اوت للثلاثه روز اللي في الاخر دول، شلناهم خالص، الرو كله بقى مش موجود، واي ريفرنس لاي حاجه موجوده في الرو ده حطينا الايكوفالنت بتاعها. طب احنا هنا ايه كانت بتروح لي اي، فشلنا اي وحطينا ايه، دلوقتي حطينا بي، زي ما انتم شايفين كده في التيبل اللي تحت حطينا هنا بي، عشان احنا عارفين بي و اي ايكوفالنت. بس كده. فهو ده اللي احنا هنعمله في الاخر، وده شكل التيبل بتاعنا بقى 3 ستيتس بس، وده ريدكشن كبير جدا، ودي one of the powerful tools اللي انت هتحتاجها دايما، واللي دايما بيحتاجوها وهم بيعملوا اي هاردوير، ان هم يعملوا ريدكشن للستيتس. لو مثلا عندهم ستيت ماشين ويحولوه لهاردوير، ده اللي بيحصل فيه. بس فده كان اول فيديو عندنا، وده كان شرح للإمبليكيشن تيبل. لو عايزين نشرح حاجات تانية في ديجيتال ديزاين يا ريت تقولوا لنا في الكومنتس. وبس كده، شكرا جدا ليكم للمشاهدة، متنسونيش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامة.